يلا نصلي على الرسول ونسمع قصة النهاردة، واتمنى لو بتشوفيني تحط لايك او تحطي لايك للفيديو، وتعرفوني رأيكم في الفيديو ايه في التعليقات، لان دي حاجة بتبسطني جدا. بصوا يا جماعة، قصة النهاردة بتاع بنت لسه متجوزة، وحماها بتحبه جدا جدا جدا، وبتقول ان هو اكتر حاجة في البيت هي بتحبها، يمكن متهيالي اكتر من جوزها كمان، لان هي بتعتبره ابوها التاني. طول الوقت بتهزر مع حماه وبتحبه، وهو يجيب لها حاجات حلوة، وهي كمعاملة اب لبنته بالظبط. وبتقول إن حماتي ست خُلقها ضيّق وباحس إن هي غيورة شويتين، وباحس إن هي فيها حاجات كده مش مضبوطة، مع إنه يعني أنا ما باعملّهاش حاجة وباعاملها زيه وزيّها بالضبط، بس هي طول الوقت مش عارفة هي بتتضايق منّي ليه. لمّا بيكون عندي مشكلة أنا باروح على طول وأقولها لحمايا، اللي هو دلوقتي يعتبر في مقام بابايا، ولمّا يكون في مشكلة بيني وبين ابنه برضه باجي أحكيها له، ولمّا يكون في موقف حلو بنحضره أنا وهو، أو أمّا بيكون في أي هزار بيننا ومتعودين بنسهر سوا كلنا مع بعض وبنخرج، أنا باعتبره فعلًا أبويا. وبعدها بفترة بدأت أحس إن حماتي بتتغيّر، وشوية تقول لي خفّي هزارِك شوية، وشوية تقول لي ما تتعامليش بهزار الإيدين مع حد، شوية تقول لي ده على فكرة ده مش أبوكِ ده حماكِ، وبدأت حاسة إن هي بتحط حدود جامدة بيني وبينه مش عارفة ليه، مع إن أنا باتعامل بتلقائية جدًا معاه، وحاسة إن هو إحنا كويسين مع بعض، أنتِ ليه حابانا وحشين، أو حابة إن إحنا نكون سيئين مع بعض ليه؟ أنا وهو إحنا كويسين، وحماية من النوع الطيب أوي الفرفوش اللي بيحب الضحك والهزار وما بيحبش الست النكدية، وحماتي أبو النكد، حماتي بتحب النكد زي عينيها، طول الوقت خناق وزعيق بعكس شخصيتي أنا خالص، أنا باحب إن أنا أبقى فرفوشة وهو بيحب يتكلم معايا وبيحب حتى أمّا بنيجي نخرج هو بيحب يخرج معايا، تعالي نجيب طلبات، تعالي نروح يعني بيحاول إن هو ياخدني معاه في أي مكان. وفعلًا إن هو بيبقى مبسوط وأنا كمان بابقى مبسوطة أمّا أخرج معاه، باحس إن أنا خرجت مع أبويا، لدرجة إن هي جات في يوم قالت لجوزي: "لِم مراتك بعيد عن أبوك شوية." وكانت هنا الكارثة اللي ما كنتش أتوقعها، إن جوزي بدأ يقول لي: "أنتِ بتتعاملي مع أبويا إزاي وإيه اللي بيحصل؟ إيه اللي يخلّي أمي توصل لدرجة إن هي تقول لي لِم مراتك عن أبوك شوية، كده ما ينفعش." بقيت مش عارفة أقول له إيه ومش لاقية حاجة أقولها له، طَب أقول له إن أمك أنا ما عملتش حاجة غلط، وهي طول الوقت بتقول لي ما تهزريش معاه وما تتكلميش معاه وحاولي يبقى كلامِك ليكِ حدود، وهي جات بتقول لجوزي كده، ما بقيتش عارفة أعمل إيه، وعملنا مشكلة كبيرة ووصلت لأهلي، وبقوا يقولوا لي: "هو أنتِ بتعملي إيه مع حماكِ؟ إيه اللي بينِك وبينه عشان خاطر مراته تقول كده؟ معقول يكون هزارِك معاه وتصرفاتِك التلقائية هي اللي تخلّي ست تقول كده؟ وهتعرّض ممكن سمعة جوزها وسمعتِك لغلط؟ معقول هي ممكن تكون بالجنان ده؟ إزاي ممكن تقول عليكِ حاجة وأنتِ ما عملتيش حاجة؟" ساعتها ما بقيتش عارفة أقول لهم إيه، ولا أرُد أقول إيه، بقيت حاسة إن أنا مصدومة من اللي هي قالته لجوزي، ومصدومة إن هي تقول له لِم مراتك، لِم مراتك معناها إيه؟ معناها إن أنا باعمل إيه مع حمايا، الناس تقول عليَّ إيه، أو أهلي يقولوا عليَّ إيه، هي شافت مني إيه غلط؟ أنا باعامله أبويا، باعامله صاحبي، وطول الوقت إحنا كلنا قدّام عينيها، ما عملتش حاجة غلط تستاهل عليها إن هي تعمل كده. ولا إن هي تحطّني في المشاكل دي، دلوقتي أنا في مشاكل كبيرة جدًا بيني وبين جوزي، وحمايا بقى موقفه متضايق منها وبقى عاوز يطلّقها بسببي، وقُلت له: "أنت لو عملت كده هتخلّي الكلام كلّه اللي هي بتقوله ده هيبقى أكتر بالنسبة لي، إن كده هيقولوا في حاجة بيني وبينك، إحنا كده وقّعنا نفسنا في مصيبة، أنا ما كنتش عارفة يا بابا إن هي ممكن دماغها توصل لإن هي تغير والغيرة توصّلها لكل ده." نقطة ومن أول السطر يا عين أختِك، السِت بطبعها غيورة. قصة النهاردة دي الست بطبعها أي ست في الدنيا غيور على جوزها، سواء من بنته سواء من مرات ابنه سواء من أي حد في الدنيا، الست في طبعها الغيرة، بتغير على جوزها، لو لقيته بيهزر مع بنته بتحس إن هي اتضايقت. في ستات كتير جدًا الغيرة متملكة منها، وفي ستات عاقلة وهادية ورزينة وعادي والدنيا معاها تمام، لما توصل لدرجة إن هي تقول كلمة زي دي هي ست غلطانة. ما فيش أي مُبرر ليها إن هي تقول كلمة زي دي، إلا إن هي سِت غيورة أوي، ده من وجهة نظر أنا. إن هي سِت حاسة إن أنتِ صغيّرة وحلوة وجوزِك وجوزها بيهزّر معاكِ، حتى هو بالنسبة لِك حماكِ وأبوكِ، بس بيهزّر وهي الموضوع مضايقها، أو أنتِ بتهزّري معاه وبتحاولوا إن أنتم يعني كويسين مع بعض، فالموضوع كل ما بتقرّبي منّه أكتر وبتحسّي إن هو أبوكِ أكتر، فكل ده ما بيضايقها أكتر وأكتر، لإن هي شايفة فيكِ الحاجات اللي هي مفتقداها في نَفْسها دلوقتي، شايفة صُغر السِن، شايفة الهزار، شايفة روقان الدماغ، شايفة حاجات كتير هي دلوقتي مش موجودة عندها،
فطبيعي لمّا تحس إن حاجة زي كده اللي هو مش موجود فيها بتبقى بتكمّله واحدة تانية أيًا كانت هي مين، فطبيعي تتوقع إن جوزها يبقى قريب من الواحدة دي. ده من جهة إن هي سِت وإن هي دي غيرة، الصح والغلط بقى بيقول إن أنتِ ما ينفعش تهزري مع حماكِ أو إن أنتِ ده بالنسبة لِك أنتِ بتقولي أبوكِ، بس ده ما ينفعش يكون أبوكِ، ده حماكِ، أبو جوزِك، يعني هزارِك معاه يبقى بحساب، أنتِ وقت ما تقولي أنتِ لو والدِك دخل حتى دلوقتي في الوقت اللي إحنا فيه ده لو والدِك دخل عليكِ المفروض تبقي أنتِ محتشمة، تبقي أنتِ ما يكشفش عوراتِك، ما يبقاش شايفِك في منظر ده أبوكِ، حماكِ بقى أكتر. حماكِ إن أنتِ المفروض أنتِ اعتبري بالنسبة له غريبة، مرات ابنه زي بنته ما قُلتش حاجة، لكن بالنسبة له دينًا غريبة، أنتِ بالنسبة له ما ينفعش إن أنتِ تهزري معاه الهزار ده، أنتِ بترتاحي له نفسيًا ماشي في حدود الاحترام، في حدود إن أنا ما اخلّيش اللي قدّامي تغير، في حدود إن أنا أعرف أنا يعني إيه مرات ابن، ليّا حدود أقف عندها. أنتِ نفسيًا كده لقيتِ حماتِك متضررة نفسيًا من أول موقف حصل، كنتِ تحاولي إن أنتِ بهدوء كده تقللي معاملتِك شوية، وتقللي هزارِك شوية، وتحاولي إن أنتِ تلمّي الدور كده بحيث إن هي ما تزيدش في غيرتها، وما تحسش إن أنتِ بتعانديها وتزوّدي أكتر، وتحطّي في دماغها حاجات تانية والشيطان يلعب بدماغها. هي كده الشيطان لعب بدماغها، بس أنتِ اللي ساعدتِ في ده، لأن أنتِ لو كنتِ عملتِ ليكِ حدود وكنتِ حسيتِ إن أنتِ راعيتِ نفسية اللي قدامِك وراعيتِ غيرتها، أنتِ برضه جوزِك أكيد لو حاجة حصلت معاه زي كده هتغيري عليه، لأن دي الغيرة طبع، الغيرة في الستات طبع، لمّا أنتِ تعملي كده تخافي على شعور اللي قدامِك، طبيعي والله العظيم هتلاقي نفسها هي كانت بقت كويسة معاكِ، لكن أنتِ ما وقفتيش، أنتِ كملتِ. وكنتِ كل مدى بتمدحي فيه وتقولي عليه إن هو كويس وهو كان كل مدى بيتعلّق بيكِ، وده مش صح، ده مش صح نهائي، أنتِ عملتِ غلط، واللي عملته هي غلط، بس أنتِ غلطِك كان أكبر، لأن أنتِ من الأول ما قُلتلكيش ما تهزريش وما تضحكيش، بس في حدود العقل والأدب، وفي حدود تربيتِك، وفي حدود إن ده تعتبريه غريب عنِّك، هو مش جوزِك، ده حماكِ. أتمنى كل بنت تاخد بالها يعني إيه حما يعني إيه أخو جوز، يعني إيه كل بني آدم غريب عليكِ جوزِك وضع تاني نهائي، كل واحد ليه حدود يُقف عندها. أتمنى تكون قصة النهارده عجبتكم يا رب، وما تنسوش تحطوا لايك للفيديو.